نفوذ كذاب. احنا قبائلنا اقوى على القبائل، وهذا ما نعتز به انهم مسلحين. شوف الميزه، شوف عندما نتكلم عن غزو الشعوب واحتلال الشعوب، شعبنا شوف عظيم، رغم ان احنا نواجه سلبيات كثير في بعض الاوقات، لكن شعبنا مسلح. تستطيع انت الان تعمل استنفار، اطلع الان مليون مليون ونص مسلح بسيارات وبعتاد وبكل شيء ما يحتاج. يعني هذه ميزه. رغم اما قصه الجريمه هذه يقولوا عليها ان هذا شعب متخلف وقبلي، وشعب متخلف مزودين بالسلاح، طبعا افضل من ما ان يروح بالبنطلون والسروال حقه يعني يدسعه في الشوارع. لا، خلي بسلاحه. يعني أنت لن تنزع سلاح لا الأمنية؟ ابدا، انظم السلاح. حتى في متطرفين اسلاميين يخطب لك ويبكي كلام مش مسؤول. احنا نقول تنظيم حمل السلاح وليس منع حمل السلاح. ولهذا استطيع استنفر مليون ونص الى مليونين اكثر من ما استنفر الجيش. يعني سيادة الرئيس الآن في حالة أن الأمريكان في لحظة ما فكروا في أن يقوموا بعمل ضد اليمن، ماذا سيكون الرد؟ هذا مش وارد. في حالة قيامهم هذا بذلك مش وارد. العنجهية الأمريكية يمكن أن تصلهم لا إلى لا ذلك؟ لا، هذا مش وارد. علاقتنا جيدة، وأأمل أن الإعلام لا يعكر صف العلاقة بيننا وبين الأمريكان. نحن متعاونين معهم في كشف جريمة حصلت في داخل البلد، ولا تصبوا زيت على النار. احنا نستفسر ونسأل ليس أوكي، وإحنا ردينا. طيب الآن لو عدنا لعملية الانفجار، بالنسبة للمادة التي تم فيها تفجير السفينة بهذا الحجم الهائل، تقدرون زينتها بكم وكيف؟ يعني هل تمت بصاروخ؟ هل تمت بعملية تفجير؟ لا لا، المعلومات الأولية أنه قارب وعليه كمية من مطاطي؟ لا لا لا، قارب من هذا فايبر جلاس. نعم، فايبر جلاس عليه كمية من المتفجرات. هذا السؤال الذي يقودنا إلى معرفة نوع مادة سي4 المادة. نعم. نعم. هل أطلقت بصاروخ؟ هل فجر القارب؟ الصاروخ، أنا أتحدث مع الأمريكان، قلت لهم عندما شفت، هم عارفين من أول، هم بلغوا بلاغ أنه قارب مطاطي. قلت لهم أكبر عيار عندنا في اليمن سلاح من قذيفة، أكبر قذيفة هو صاروخ سكود عندنا. لا يستطيع أن يعمل هذا حجم الدمار الذي صار في الباخرة. السكود كامل إلى هذا المدى وإلى هذا الحد؟ نعم. قوة التفجير أقوى من صاروخ كبيرة سكود؟ كبيرة كبيرة جدا جدا جدا، لأنها باخرة حديثة وعمرها يقال أنها تتحمل حديثة وعمرها 4 سنوات، قيمتها حوالي مليار دولار، ضخمة، تستطيع ترد على 3 أنواع من الهجوم: هجوم جوي، وهجوم غوص، وهجوم بري. حوالي 3 هجومات التي هي معمولة لهذا الغرض. يقال أنها أيضا تستطيع أن تهاجم 100 هدف في وقت واحد قالوا من أنا حيث القوة العسكرية. قالوا أنا لست بحريا. كيف تعرف الفاعلون على موعد وصول البارجة وقصدوها في هذا الوقت؟ لا أعرف هذا الكلام الذي يقود التحقيق. التحقيقات تمشي، حتقودنا النتائج عندنا، والشهود العيان الذي شافوا حتقودنا إلى معرفة كيف، متى الإعداد ومتى تم الإعداد وكيف جابوا المواد ومنين جابوا المواد. هذه جاية احنا ما تاخذش أسابيع، أكثر شيء أسابيع حتى نستكمل خيوط الجريمة. إلى الآن الخيوط التي توصلتم إليها لا تزيد عن هذه المعلومات التي ذكرتها؟ أكرر: السيارة، الكرين، السيارة ثبت أنها اللي قادت ليمني، واحد يمني باعها من واحدة صومالية، شغلة كبيرة جدا، والصومالي ما حصلناهاش ولازم نبحث عنها. يعني شغلة، يعني جريمة. يعني لو تذكر لنا أهم التفصيلات، لأن يعني هناك اهتمام دقيق بهذه المعلومات الآن، بالذات من الوكالات، وكل زملائي أكثر من 20 محطة تلفزيون عالمية طلبوا لقاءك وأنت رفضت وأثرت الجزيرة، فكلهم طلبوا مني أن أسأل عن بعض الأشياء. أنا أولا عملت هذا كله للجزيرة، ومعنا كل هذه الصحافة الموجودة الآن في الفندق، أكثر من 60-70 صحفي. نعم. ومحطة فضائية. نعم. استطاعوا أن يأخذ كل هذا الكلام من الجزيرة بدقة الآن أخرى. بدقة. ربما احنا نأتي لهم بتفاصيل بعد يوم الأحد الاثنين في مؤتمر صحفي. يوم الاثنين، يوم الثلاثاء القادم سيكون في مؤتمر صحفي، يكون قد اكتشفنا اكتشافات جديدة ومعلومات باهرة من خلال التحقيقات.
أنتم اليمنيين الذين ستعلنون ذلك طبعاً. أم ستتركون الأمر للأمريكان يا أيضا؟ أخي، ما الأمريكان ضيوف عندنا، هذا أعطيته الأمريكان حجم أكثر. يبدو أنتم، إحنا مش بنما، إحنا مش بدولة أخرى، هذا اسمها اليمن. محتلين الفندق سيادة يا الرئيس. أخي إحنا اليمن ما نقدرش نطلع فوق. ما أطلع فوق، هم مستأجرين زي ما أنت. اليمن صعب جدا، أنت عارف إيش، تواجه صعوبة، تعرف حرب 62 سنة، يعني من عام 1962، ويعني كانت مشاكل، ما حدش يقدر يهيمن على اليمن، هذا صعب، ما حد يقدر يفرض عليها شيء. يعني الأمريكان لم يبقوا كما لا. بقي البريطانيون من لا لا قبل؟ لا، ما يبقوا. خاصة أن لهم مطامع أصلا في القرن في المنطقة هذه، ولهم مطامع في اليمن تحديدا، وسعوا إلى أن يستأجروا جزيرة سوقطرى منكم من قبل. هذا تسمعوا من 2 3 خطباء مساجد يقول لك هذا مهسر. لا خطباء مساجد. هذا مهسر، انه عن اجر. احنا ناضلنا من اجل طلوع الاستعمار، وقدمنا قوافل من الشهداء، وقدمنا تضحيات الشعب اليمني من اجل ان يطلع الاستعمار، يعيد الاستعمار من جديد، هذا مش وارد. استخرجت اليوم بعض الجثث التي بقيت، ما نعم. الذي أدى لتأخر استخراج الجثث إلى هذا الوقت؟ عوامل فنيه داخل السفينه. معنى ذلك صحيح أن الجثث انصهرت بالحديد كما يقال؟ هذا احنا اولا لا ندخل السفينه، ولا احنا لم يسمحوا لكم حتى الآن لا بدخولها؟ دخلوا ضباط المحققين من جانبنا، ضباط الامن، ضباط المحققين. ويسمح لهم بالدخول طبعا بشكل منتظم؟ كل ما طلب. مقر التحقيقات على السفينة أم في مكان لا لا، أماكن مقر أخرى؟ في جهاز الامن. في جهاز الامن مستقل لليمن، والامريكان في الفندق، واذا في شيء بيجيب له ملف يقول له عندي هذه المعلومات. أنتم تقولون أن التحقيقات مشتركة، معنى ذلك أن كل شيء بيتم بشكل مشترك؟ لما المعاينه مشتركه في الباخره، ومشتركه في معاينه محل الحادث، المسكن، البيت الذي كانوا مستاجرينه، الورشه اللي ركبوا على ظهرها الموتور حق الكهرب. هذا هي التحقيقات المشتركة. لكن لا يقوم حيثما أمريكا نزل- باستجواب يمني مطلقا؟ نعم، لا يقوم أمريكا باستجواب يمني هذه مطلقا؟ تعتبر من المحرمات. وإن طلبوا لن تسمحوا لهم؟ إذا شيء أنا أقتنع بأنه للتأكد، أنا يمكن بقرار سياسي هذا أديله، لكن أنه يجي يستجوب مواطن يمني، هذا يعتبر